فاخوتي وخواتاتي المغربيات، فخصكم تعرفوا اشنو وقع القاتل ديال هشام بورزة فشرطي المرور. اخواني اخواتي العزاز داخل السجن. فهاد الشيء الاخوان اللي غادي صراحه غادي يصدمكم، وغادي تعرفوا باللي غادي تقولوا هاد الشيء بالفعل. راه حنا ما نبغيوش انسان او ربما اشياء من هذا القبيل يدير هاد الشيء، ولكن تخيلوا اشنو غيكون دار هاد الشخص هذا المقاتل الحقيقي الرئيسي، يعني اللي قتل هشام بورزة. فاخبار الاخوان والاخوات اللي هي صادمه من قلب، يعني من عين المكان كما كنقولوا، يعني مصادر حقيقيه. فاشنو وقع اخواني اخواتي العزاز؟ الشخص اللي كان قتل الشخص، يعني اللي كان قتل هشام بورزة الله يرحمه، الشرطي المرور، فكيقوم يعني بالانتحار، يعني بالحد الحياه داخل السجن الاخوان. وهذا الشيء اللي كيجي على بعض الصحافه الالكترونيه، منهم يعني الوانكم وزيدوا زيد في بعض الباجات او بعض الصحافه اللي كتنشر هذا المقال هذا، وانا كنتكلم معكم دابا. فكيقولوا بالحرف يعني الشخص اللي هو متزوج جوج ديال النساء. فركزوا معايا مزيان اخوتي، وبغيتكم تتابعوا هذا الفيديو من الاول حتى للاخر، فلحقاش هذه القضيه كانت هزت الراي العام. فكان الكل كان تيتكلم على القضيه ديال هشام بورزة فشرطي المرور اللي كان بالفعل الاخوان يعني كان مسكين، يعني كيقوم بالواجب الوطني ديالو خلال المهام ديالو. فهنا الاخوان كانوا تعرضوا له هاد جوج ديال او ثلاثه ديال الاشخاص، فكيتم الطعن ديالو، الطعنات اللي هي كثيره. من بعد ما تم الطعنات ديالو غادي يتم الحرق ديال الجثه ديالو مباشره. من بعد ما تم الحرق الجثه ديالو غادي يتم الحرق حتى السياره ديالو، السياره الخاصه ديال هشام بورزة. فهنا القضيه الاخوان ما غاديش توقف هنا، وغادي يبدا يجري البحث. فمن بعد ما غادي يجري البحث الاخوان خصكم تعرفوا اشنو غيوقع. مازال غادي نتكلم لكم على افراد العصابه، يعني افراد العصابه اشنو وقع حتى لهم. وهذا الشيء الاخوان وثائق، يعني كنقولوا بدلائل مثبوته. فهذا الشيء اللي نشراته جريده الوانكم. فجريده الوانكم اللي كتنشر لنا هذا الخبر هذا، اللي هي كتقول صحافه كتنشر هذا الخبر، كتقول لك الشخص الرئيسي، يعني المجرم السفاح الرئيسي اللي كيقوم بالقتل وبالحرق ديال الجثه ديال الشرطي هشام الله يرحمه، فكيتم يعني كينهي الحياه ديالو. فكينهي الحياه ديالو داخل السجن اليوم الاخوان. وانا كنتكلم معكم في هذا الفيديو، بغيت اكبر بارطاج هذا الفيديو الاخوان يتوصلوا به الناس، او يتوصلوا به جميع الاخوان اللي كانوا متابعين او الاخوات اللي كانوا متابعين القضيه ديال الشرطي هشام الله يرحمه، شرطي المرور. فهنا الاخوان من بعد ما كان تم الحرق ديال السيارات وتم الحرق ديال الجثه ديالو، فمباشره كانت تتبين باللي او ربما يعني عصابه ديال التجار في المخدرات هي اللي كانت وراء هذه القضيه ديال القتل ديال هشام بورزة. ولكن من خلال ما تم البحث في هذه القضيه، والناس اللي دخلت فيها الديس ديال المخابرات، دخلوا فيها الناس اللي هما كبارين في الدوله، تحياتي لهم من هذا المنبر هذا، بعدا اللي كانوا فتحوا اللغز ديال هذه الجريمه البشعه اللي كانت تهز قلوب المغاربه. يعني لقينا شخص هشام بورزة، يعني الاخوان والاخوات، داخل واحد القناه ديال الصرف الصحي متفحم، يعني محروق مقتول، دايرين فيه العجائب والغرائب. فهنا الاخوان والاخوات اشنو غيوقع من بعد ما بدات التحريات ديال رجال الامن ورجال الدرك الملكي، وكانوا كيتعاون ديال الناس المسؤولين في البعض، يعني كانوا كيتعاونوا في هذه القضيه هذه. فكان كيتبين واحد الخليه ارهابيه، فواحد الخليه ارهابيه اللي كتمولها واحد الجهه خارج ارض الوطن، فكيمولوا هاد العصابه او هاد الارهابيين بالاحرى. فهنا هاد الارهابيين هادو اللي هما شباب ولاد هاد البلاد هادي، فغينتقلوا من شباب مواطن مغربي الى الارهاب او دواعش بهاد الكلمه هذه. فهنا انتقلوا الى الدواعش. فهاد الاشخاص هادو ما بقاوش غير مواطنين عاديين او ربما اشياء من هذا القبيل، فغيوليو دواعش اللي هما خطيرين وكيشكلوا خطر على البلاد. من بعد ما استولوا على السلاح الوظيفي ديال الشرطي هشام، فقرروا بالفعل غيدخلوا على واحد البنكه او وكاله بنكيه اللي غيتم يعني السرقه ديالها بهذاك السلاح الوظيفي. ولكن الحمد لله والشكر لله، فسلطات او رجال الامن او الدرك الملكي او سلطات بصفه عامه ديال هذه البلاد من صغيرهم حتى لكبيرهم، فغادي يخدموا وداروا اكثر من جهدهم باش يطيحوا هاد العصابه اللي كانت كتكون من ثلاثه ديال الاشخاص. منهم جوج ديال الاشخاص كانوا كيخدموا في نفس الخدمه، يعني في نفس الخدمه الاخوان في داك الشيء ديال الالومنيو. فجوج ديال الاشخاص، ولكن الثالث كان تيدير التجاره. فالشخص الثالث اللي هو مشارك معهم في هذه العمليه ديال القتل ديال الشرطي هشام بورزة الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين في هذا رمضان، فاخواني كان تيخدم يعني كيدير التجاره، ولكن الاشخاص الاخرين كانوا كيديروا الالومنيو. من بعد غادي يتبينوا هاد الاشخاص هادو اللي هما وحوش بشريه، صفاوها الشرطي المرور، يعني شرطي بوليسي كيقوم بالمهام ديالو تجاه الشعب المغربي، او كيقوم بالمهام ديالو
يعني مع المواطنين المغاربه، كيخدم الخدمه ديالو اللي عنده خصو يخدمها. فهنا كيتم بالفعل كيتم واحد الطعنات كثيره من يعني واحد الشخص اللي هو مجهول كيخدم، يعني كنقولوا او كنتي بالفعل الاخوان كانوا واحد الاشخاص اللي كانوا خارج ارض الوطن كانوا كيدعموا هاد الناس وبالاموال اللي هي مبالغ اللي هي كثيره باش يقوموا بهذا الفعل الجرمي تجاه يعني هذا الشرطي هشام الله يرحمه. ولكن هنا بالفعل الاخوان الخليه الارهابيه اللي كتتكون من 3 اشخاص داخل هذا ارض الوطن، فهي ماشي غير 3 اشخاص، فزائد اكثر من هذا الشيء. فكاينين اشخاص اللي كثارين في هذه الخليه الارهابيه، ولكن من بعد غادي نشاهدوا ان شاء الله مزيد في الاعتقالات ديال هاد الاشخاص اللي مازال كيتم البحث معهم في مجموعه ديال المعطيات، او يزيد يتعرفوا عليهم من خلال هاد الجريمه البشعه اللي قاموا بها تجاه المواطن المغربي او تجاه الشعب المغربي بصفه عامه. وكنشاهدوا دابا الاخوان والاخوات يعني الشخص اللي كان قام بالطعن والقتل ديال الشرطي المرور، فمن بعد ما قام يعني انا قلت الله اكبر كبيره، من بعد ما قام يعني بالقتل ديال هذا الشرطي وقام بالقتل ديالو وزيد، فهنا غيتم الحرق ديال هذا الشرطي بطريقه اللي هي بشعه وغريبه، والكل المغاربه كيستنكروا اخواني اخواتي العزاز الى هذا القتل. وبغيتكم على قلت الله اكبر كبيره الاخوان والاخوات كاملين ترحموا على هذا خونا هشام بورزا اللي راح ضحيه ديال هاد الارهاب، يعني ديال الارهابيين كيتكونوا من 3 اشخاص اللي كانوا بالفعل كيتمولوا بواحد الاموال اللي هي من خارج الوطن باش يديروا هذا الفعل هذا الجرمي، هذا الفعل الجرمي يعني داخل هذه البلد السعيده. فهنا اخواني اخواتي العزاز اللي زيدنا وغنزيدوا ناكدوا لكم اكثر في هذا الفيديو هذا، غادي نقولوا لكم باللي الشخص الرئيسي اللي وراء القتل ديال هشام بورزا الله يرحمه فالشرطي المرور. فاليوم الاخوان كيجي على بعض المصادر او بعض الصحافه الالكترونيه كتنشر باللي هذا الشخص هذا المشتبه الرئيسي في القتل ديال الشرطي المرور، فكيتم يعني كينهي الحياه ديالو داخل السجن. وانا كنتكلم معكم في هذا الفيديو يلا توصلت بهذا الخبر اخواني، وبغيتكم كاملين توصلوه لجميع الاشخاص او ربما الناس اللي كانت كتابع هذه القضيه من الاول حتى الاخر، ويتوصلوا حتى بهذه المعلومه وترحموا عليه وكثروا في الرحمات ديالكم. فانسان اخوتي راه ماشي سهله، فالشرطي مسكين اللي راح خلى وليداته في هذا رمضان، خلى عائلته، خلى كل هي حاجه كيبغيها خلاها في هذه الوقيته هذه. فكنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. فاخوتي واخواتي العزاز كما كنقول لكم دائما فترحموا على خونا هشام بورزا اللي مات يعني من اجل يعني حمايه ديال هذا الوطن الحبيب وزيد. فكنتمنى خوتي خواتاتي العزاز الله يصبر الاهل ديالو، فرا العائله ديالو مازال دابا ما صابراش عليه، فلا حول ولا قوه الا بالله. فان اخوتي وخواتاتي العزاز لا اطيل عليكم، وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، والسلام عليكم.